شنو الفرق بين البلاء والابتلاء وكيفاش تتقرب من الله أكثر؟ قال الشيخ محمود الشلابي: البلاء والابتلاء كلهم من الله، فيهم خير والشر. حنايا في هذه الحياة امتحان، حيث قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كيفاش نفرقوا بين البلاء والابتلاء؟ واش كيكون أوضح سلبي الجواب على السؤال كيفاش نفرقوا بين البلاء والابتلاء. الآن البلاء كيجي بسبب الذنوب، أعراض أوامر ديال الله سبحانه وتعالى، فيبتلي الله الناس والأمم باش كيرجعوا لربهم طالبين السماحة والمغفرة. والرجوع لله مع الدعاء والاستغفار كيكون سبب في الرفع هذا البلاء. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا. وتابع الدعاء كيطلع السماء والبلاء كيهبط منها، وكيجتمعوا بين السماء والأرض وكيتصارعوا حتى اليوم القيامة، حتى كيغلب واحد فيهم آخر. والبلاء كيقدر يكون في حاجة زوينة ولا خايبة، في النعمة ولا القمة، وكيكون المسلم وغير المسلم. الله كيبتلي الأمم بالنعم وكيبتلي شي واحدين آخرين بالنقم. إذا وصلتي لنا ما تنساش متابعة ولايك وبارطاج باش نزيد نطور من المحتوى ونعطيك كتار إن شاء الله. أما الابتلاء كيبتلينا الله، ماشي كيغضب علينا، بالعكس كيبغينا وكيبغي يرفع درجاتك كتار وكينقص المعاصي ديالك. الله كيحبك أكثر إذا ابتلاك وكيبعد عليك شي حاجة قبيحة، حيت الله كيشوف شي حاجة حنا كاع ما كنشوفوهاش. إذا ابتلى الرا كيكون كيعوض لينا ديك الطريق اللي ممزياناش لينا، وكيزيد يرفع لينا إيمان بالله، كنتقربوا أكثر. ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ زول من دماغك شي حاجة اسم الابتلاء غضب من الله، لأن لو عاقبك الله إنسان لما ابتلاه، ونحن لا نقدر على الغضب الله، وعلينا التعامل مع أمرين على أنهم نعمة من الله تعالى: ابتلاء الصبر، بحال إذا ابتلنا الله عز وجل وخا معنا تا المعاصي، لأنه كيبغينا وكيبغي يزيد يرفع درجاتنا عند الله لو كنا كنديروا شي معاصي. وإذا ابتلانا الله لأنه كيبغينا وكيعوض المعاصي ديالنا بحسنات وكيزيد يرفعك بدرجات عند الله، ولأنه كان كيقول النبي المريض: لا بأس، طهر إن شاء الله. العباد قد تكون له منزلة في الجنة لا يوصل إليها بعمله الذي اعتاد عليه، لعله هذا المنزل سموه من درجات عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمنين. إن أصابته شكرا فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. والسبب الخير في العموم البلاء هو التحقق بالمقام الصبر أو المقام الشكر. أو من أصعب الابتلاءات التي قد يتعرض لها المسلم أتعاب العقول من الله، يقدر يأخر له المعصية في الآخرة. ولا الدعاء سيدنا علي بن أبي طالب أن يجعل الله له عقوبة الدنيا، فأمره نبي أن يسأل الله العافية. أن الإنسان إذا عقوبة في الدنيا فليعلم أن الله قد رحمه. هذا البلاء عقوبة ابتلاء اللي كينزل العباد، ماشي بالضروري يكون عقوبة على شي ذنب، ولكن كاختبار من عند الله تعالى باش يرفع الحسنات ويغفر السيئات. وأشد الناس الابتلاء هم الأنبياء، ومن بعدهم اللي كيكونوا أفضل ابتلاءات. راه واحد من أنواع مرض الله سبحانه وتعالى خلقوا بحال اللي قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو عزيز غفور. بحال بزاف ديال الناس ما كتصليش وكيديروا بزاف ديال المعاصي، بحال كيظلموا الناس وكيديروا شي حاجة قدر الله كيبتليك بشي حاجة صعيبة بحال مرض أو قصيدة أو شي حاجة أخرى، ولكن الله كيكون
كيبغيك وكيبغي يبدل لك طريق الأحسن. كيكون ابتلاء واخا أصعب، ولكن كيكون كيحضرك باش ترجع عنده، كتكون فرصة تانية. البلاء كيكون الأمة باش يرجعوا لأهلها لربهم وخلقهم على ود الذنوب اللي داروها. الله كيبتاليه بشي حاجة باش يرجع لربها طالب السماحة والمغفرة والرجوع لله مع الدعاء والاستغفار. كيكون سبب في رفع هذا البلاء. الابتلاء راه أقل شمولية من البلاء، حيث كيكون خاص بالمسلمين الطائعين أكثر إيمانا. إذا وقع للكافرين كيكون كعقوبة على كفرهم وظلمهم. بالنسبة للمسلمين الابتلاء كيجي كاختبار باش يرفع درجتهم ويغفر لهم السيئات. إذا وصلت هنا ما تنساش متابعة، لايك وبارطاج باش نزيد نطور من المحتوى ونعطيك كتار إن شاء الله.